بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو بعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. متصل بيقول مراتي رفضت تصالحني بعد ما تفت على وش امي
ومش عارف اعمل ايه. طبعا هنشوف رد الدكتور مبروك عطية والكلام. انا ليا تعقيب على الفيديو. طبعا اللي عملته الزوجة ده كلام غير مقبول، لان ام الزوج تعتبر زي امها، ويعني ان تف عليها دي اهانة كبيرة جدا. وطبعا الزوج يعني عشان عايز يحافظ على بيته حاول يصالح مراته وهي رفضت. بس هل انت ايها الزوج هتأمن مراتك بعد كده؟ بعد ما تفت على وش امك خلاص ضاعت الهيبة او يعني المكانة، ممكن تضربها، ممكن الله اعلم. وخصوصا حاسس من كده لما هي رافضة يعني ترجع لك، انها يعني مش باقية عليك او باقية على العشرة او اللي بينكو. وش معنى كده بقول لك طلقها لو اتأكدت ان حسن سلوكها وانها هتراعي ربنا فيك وانها مش هتضر امك كمل. لو صدر منها حاجة تاني لا قدر الله بقى تطولت على امك تاني او تطولت عليك، طلقها، لان كده هتخشوا في صراعات ومشاكل كتيرة جدا. طبعا يعني هيبقى في كسر كبير بين امك وبين زوجتك دي بعد اللي حصل. وطبعا هيبقى في حاجز، وممكن مراتك ما تحترمكش، تقول ده انا دفيت على امي ورجعني اعمل اللي انا عايزاه. وممكن تكون يعني اذا يكون كده يعني الشيطان ضحك عليها وخلاص، يعني مش هتعمل كده تاني، والله اعلم. فانت قدامك حل، يا اما تطلقها يا اما تديها فرصة وعملت كده تاني او اساءت، خلاص كده تبقى النهاية وتطلقها. وطبعا ليكوا التعليق. شكرا لحسن المتابعة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بالتعليقات واللايكات عشان الفيديو يوصل لناس كتير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. وعليكم السلام ورحمة الله. انا احمد من الغربية، عندي نفس المشكلة بسيطة عرض عليك مفيش دقيقتين اتنين على طول. اتفضل يا فندم اتفضل. انا اصلا متزوج بقالي 3 سنين ونص، ومراتي ربت مني اكتر من 4 مرات، كل ده عشان كنت تتفصل من امي، وفعلا عملت لها شقة لوحدها في الدور التاني، وكل اللي طلبته منها انها بس تاكل امي وتشربها، بس مش عايز منها حاجه خالص، عشان والدتي ست مريضه عندها سكر وضغط وبتعاني من مرض مخ في الاعصاب، واخواتي ال4 البنات كلهم متزوجين، وانا بسافر وباجي 7 ايام في الاسبوع، 7 ايام في الشهر. تمام. اخر مشكلة ان زوجتي وصلت لمرحلة انها تفت في وش امي، وحاولنا برضو ان احنا نصلحها، مانيش عارف اعمل ايه ولا عارف ان انا اسوي ايه، ورحت عشان حتى احل الانفصال بالتراضي مرضوش، قال احنا هنمشي عن طريق المحاكم، لان انا ماشي بقول الله تعالى وان يتفرقا يغني كل واحد منهما من لا الآية غلط يا أحمد، واسمح لي معلش أنا سمعتك بس خليك معايا نص دقيقة. هو أنت تقدر تجيب لها خدامة تساعدها يا أحمد؟ اقدر اجيب لها خدامة؟ شغالة تساعدها في خدمة أمك.
انا مش عارف ارد عليك في اقول لك ايه بصراحه. قول اي او لا، عندي يعني قول اي او لا. ظروفك الماديه تسمح تجيب واحده ب 600 ب1000 جنيه في الشهر تخدم امك ومراتك تبقى مشرفه، واجب عليك انك تعمل كده. تمام. لو ما تقدرش يبقى مراتك مجرمة لو سابت امك عيانة وهي تقدر تخدمها وما تخدمهاش. لكن انا ابن امي مش جايب مراتي خدامة لامي، انا جايب مراتي عشان اتجوز واخلف واستمتع. حصلت ظروف عارضة، امي بقت عيانة، اختي بقت مكسحة، ابويا معرفش مين، حالتي المادية تسمع. ده مش كده وبس، ده امك لو قادرة، امك لو قادرة انها تجيب شغالة ب1000 جنيه في الشهر تحميها وتأكلها، ليس عليك وانت ابنها مليم واحد، وامك تصرف من فلوسها. الدين معجنة وعمره ما كان معجنة، احنا عجناه. الامر بالترتيب كده. امي عجوز لكن صلى الله على محمد هنا وهنا وعندها 2 كيلو ذهب ومعاش وفلوس في البنك تصرف على روحها، وانت تجيب لها بسكوت كيلو فاكهه. امي ما معهاش، انا ابنها والنفقه عليها واجبه. النفقه في ايه وفي ايه؟ عيش وحلاوه وطحنيه ودواء وكسوه وسكن. انا ابنها، ولا مراتي تتدخل الا في حاله واحده، وانا اقولها لها. انا احمد، انا صلى الله على احمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. انا احمد يعني فاهم ديني. ها بص يا عيشه، انا امي دي كبرت وانت عارفه يعني ايه كلمه ام من غير محاضره، وانت عارفه يعني ايه كلمه ام. المفروض ان امي تصرف على نفسها من فلوسها، لكن يا ولدي ابويا سابها غلبانه وهي ملاش حاجه، والمفروض ان انا انفق على امي من مالي واجيب لها شغاله زي ما اجيب لها دكتور، لان انا مش جايبك شغاله واجيب لها انا دكتور. يعني ما اروحش اصرف على امي 100,000 جنيه علاج ودواء على قلبي زي العسل، وما يهونش علي اجيب شغاله واقول لا، ما انا جايب بنوته في البيت بنت الناس خدامه. ده جهل، ده عمايل ابو جهل دي. فانت يا حبيبتي شايفه لا امي معاها ولا انا اقدر اجيب لها شغاله. البركه فيك بقى. والجمله اللي جايه دي واجبه، تسترينا في امي، الله يسترك في روحك وفي ذريتك. خلاها تقول لا بعد الشرح ده، تقولها بقى تفرقها وتقول لي الآية غلط يا أبو حميد،
لا، هي وإن يتفرقا يغني الله كلا منهما. ده امتى؟ ده لو جرى وقع، ولا صلح نافع ولا بتاع نافع. لكن امك ايه اللي دخلها في الموضوع؟ يعني ايه امي تبقى السبب في طلاقي؟ يعني ولا ابويا ولا كائنا من كان. طلاق ده انا حتى بقول لكل الدنيا لبنتي انا اجوزك، لكن الطلاق بتاعك بقول لك الدين احنا عكا يعك عكا. الولي في جواز مش في طلاق. الطلاق ده بتاعها هي، لان هي اللي بتقول مع السلامه يا بابا. لو افرض ان انا عند بنتي وانا ما بروحش، اروح دقيقه، انا رحت البنت 4 مرات، اروح ليه؟ ما انا بتجيني وانا بطمن عليها، وكل الحوار اللي بينا هواريو مش تفاصيل. مبسوطة خلاص، زعلانة انصحها. لكن افرض ان انا رحت عند بنتي 3 دقايق، مش هتقف على الباب وتقول لي مع السلامة يا ابويا وتقفل الباب. انا اعرف بقى ايه اللي ورا الباب؟ لا. وافرض ان جوزها مؤدب وراجل شيخ المؤدبين ومحترم، وقف معاها عند الباب. طب لما قفلت الباب هل انا ضامن انه خدها تحت باطه ورجعوا للليفينج روم او للبيدروم او لاي حته خلاها ربنا في الرومات الريسبشنات؟ خدها تحت باطه بحنيه وطبطب على كتفها، على الاقل ياخد ال 200 جنيه اللي انا اديتهم لها، يعني يتمحل السنه كده. انا ما اعرفش. ولا انا مشيت من هنا وهو قال لها وراح قرصه من دراعها، جاته قرصه و60 قرصه. ما تقولولي اللي يعرف اللي ورا الباب اللي خلق الوجود ولا يخفى عليه شيء. ده كلام مش داعي اننا نقوله لانه معروف. وفي الوقت نفسه فهي صاحبة القرار، عايشة معاه ليل ونهار. هي صاحبة القرار، عايشة معاه ليل ونهار. هي صاحبة القرار، عايشة معاه ليل ونهار. حلوة والله العظيم، موزونة.